فأنا ما فسرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه مثلا ضد الجماعات. قد يكونوا هم على حق، قد يكون هذا الذي يقوم على حق، قد يكون هذا الذي يثور على حق، وليس في المسألة إشكال. وأنا عشت في حياتي أكثر من 4 ثورات كلهم يدورون للديمقراطية ولا وصلوا إليها، لأنها إله وهم. ولو رجعوا إلى كلام الله وكلام رسوله كان قريب. كلام الله وسنة نبيه العلاج مباشرة، لكن لأن تركناها خلف أظهرنا وفتحنا أعيننا لما يقوله الغير، فنحن نعيش في وهم. الشيطان يقول كما وصفه الله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل مرحلة تأتي بما هو أسوأ، كل جيل كما قال كل عام والذي يأتي بعده أرذل منه حتى تلقوا ربكم. لأن المخرجات اللي بيتكلمون عنها ما هي مبنية على قاعدة شرعية، مبنية على قاعدة وضعية، والقواعد الوضعية بل والنظريات بعد 20 سنة تتغير. فهم الآن قائمين على دعوات غريبة في هذا العالم، ليست حتى هم لما نخاطبهم يقول لك ماذا رأيك في الديمقراطية مثلا؟ إذا كانت تشبه الدين، إذا كانت لها كالشورى في الإسلام، فأنا أركب قميص على هذا من الإسلام. وهذا الذي نحن نعيشه، مع أن الإسلام فيه البديل. والإسلام لا يحارب عدو، لا يحارب كفر، لا يحارب كافر للحرب، لكن يحارب العقائد الزائغة التي ترد علينا من الكفر. وإما النبي عايش الكفار في مكة وعايش الشعوب في كل العالم، يعني ما كان النبي عنده صفة الحرب أو صفة العدوانية، ولكن لأجل يوصل الناس إلى الجنة ولأجل يسلمهم في الحياة، فكان يعرفهم كيف التعامل مع بعضهم البعض بديل عن سلوك الجاهلية، وكيف يتعاملون مع الكافر بديل عن سلوك الكفر، حتى يرجعون كما قال الله: ولا يرضى لعباده الكفر. طيب هو الكفر؟ الكفر عقيدة الشيطان، ما لك أنت من الدول الكافرة. الكفر عقيدة إبليس، أول كافر في الوجود إبليس. نزل هذا الكفر على قابيل، جعل واحد من أولاد الأنبياء، قابيل ابن نبي ما هو معصوم، عرفت، تحمل الكفر وجعله فكره، فقتل أخاه وأخذ ماله وأخذ زوجته وهرب إلى أماكن أخرى، وأقام دولة الكفر في العالم في البشرية، وظلت دولة الكفر من ذلك الزمان إلى اليوم. هذا الذي تحاربها الأديان. وأما لفظة الصوفية أو المسميات هذه كلها متأخرة، لكن نحن الآن نريد أن نرجع إلى الأصول، إلى كلام الله وإلى كلام الرسول في هذا الجانب. أما في صلاتنا وصومنا وحجنا وعبادتنا فنحن نتعبد الله. أنا طريقتي علوية، عرفت، ومذهبي شافعي، وأعرف شيوخي وأصلي وأتعبد الله، لكن الآن ما نتكلم في العبادة، نتكلم فيما يجمع الله به الأمة. كيف نستطيع أن نجمع بين الأشتات، كيف نجمع بين المجموعات، كيف نجمع بين من يقول لا إله إلا الله ولو اختلف في المذهب ولو اختلف في الرؤى. لابد نوجد قواسم مشتركة. من أين نجدها؟ من الربط برباعية الأركان. نجد الإسلام يصنع الأوعية، هذا الركن الرابع بيصنع الأوعية. سمعت هنا عن العدالة والسند، يقول الحبيب: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. منهم هؤلاء، لا كل الناس يتكلمون أنهم هؤلاء أصحاب هذا العلم. يقول: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. أي دين؟ الصلاة والصوم والحج، الدين برباعيته. من كل خلف عدوله، من تجتمع فيهم شروط السند الصحيح المتصل وشروط العدالة وهي أخلاق النبوة. هذه العدالة. إيه العدالة؟ العدالة الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن الحكم اللي هو السنة، الكتاب كتاب الله، والحكم السنة، والنبوة أخلاق النبي محمد. فإذا انطبقت أخلاق النبي محمد مع الكتاب مع السنة جاء السلام، جاءت العدالة، جاء السند، جاء الخير، جاءت الإيجابيات. وإذا اختل هذا التوازن، انظر ماذا جرى في عصر النبي من المنافقين، انظر ماذا جرى من الخوارج، انظر ما جرى من القرامطة، انظر 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 إلى أن ترى بالإسلام وفي الإسلام وباسم القرآن والسنة. هذه الانحرافات التي يحذرنا منها الإسلام حتى نرجع إلى الجادة، إلى الطريق السديد، إلى الطريق الصحيح. بارك الله فيك.